الناس وامض من حياتهم. دعهم يصارعون هذه الحياة. لن تطعمهم إذا جاعوا ولن تكسوهم إذا احتاجوا إلى اللباس، فلم تسأل عن مأكلهم ولم تسأل عن مشربهم ولم تسأل عن حياتهم الخاصة. اتق الله أيها المسلمون أيها الحاضرون. نقف اليوم أمام جرح نازف في جسد المجتمع، أمام داء فتاك يسمى تجاوز الحدود وسطوة الفضول الباغي. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا له من أصل عظيم إنه سد منيع أمام كل متطفل ومتنقب ومتلصص على أعراض الناس وخصوصياتهم، إلى كل باغ متدخل. كفاك عدوانا أيها الذي وكل نفسه حارسا قهريا على أقدار الآخرين، أيها الذي جعل من نفسه قاضيا وجلادا على أفعال غيره. بأي حق وأي شرع تقتحم حياة الناس وتتنبش خفايا أمرهم؟ لست أبا لهم ولست وصيا على دمائهم وعلى أموالهم. ليس لك الحق أن تتدخل في طريقة عيشهم ومنامهم ومأكلهم ومشربهم، لا علاقة لك بذلك. اسكت واخرس أيها المتطفل. أتظن أنك ملك منصب على عباد الله؟ أتظن أن الله قد أشهدك على نيات خلقه؟ إن هذا التدخل ليس نصحا بل هو اعتداء سافر وبغي صريح. إنه طغيان الفضول الذي يحول الغيرة الدينية إلى وصاية مريضة تهدم القلوب وتفرق الأبدان. فيا هذا إنني أزجرك اليوم وأردعك بهذه الكلمات: أبعد وجهك عن الناس وامض من حياتهم. دعهم يصارعون هذه الحياة. هم لا يريدون منكم شيئا، لا يريدون منكم مدحا ولا ذما، ولن يجدوا منكم إلا المواجع والنبش. لا تزيدونهم جراحا فوق جراحهم. يا من تبحث عن عيوب الآخرين، إن القيامة قادمة وهناك لن يقال لك ما شأنك بما فعل فلان، وماذا أكل فلان، وماذا شرب فلان، وأين خرج فلان، ومن أين دخل فلان. بل ستسأل عن نفسك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. قال ربنا جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ستكون وحدك. إن أشد الخسارة هي أن تضيع نفسك وأنت منشغل بإصلاح حياة غيرك. انشغل بنفسك وحدك. دع الخلق للخالق في أمور حياتهم ومآكلهم ومشاربهم. وجانب الدين انصح لهم وغير المنكر. يا أيها المسلم الغيور على دينه، أين هو جهادك الأكبر؟ إن الجهاد الحقيقي اليوم هو أن تسلط مقدار تدخلك في الناس على نفسك وقلبك. اتجه بهذه القوة لتحاسب نفسك بها ولتراقب لسانك لتصلح عملك ولتهذب أخلاقك. إن أردت النجاة فأغلق باب الفضول في حياة الناس، واستثمر هذه القوة والغيرة في تربية نفسك وتزكية قلبك وتربية أهلك ومالك ومال الناس. دع أحوالهم وحياتهم يخوضونها مع أنفسهم. لن تنفق عليهم دينارا ولا درهما إن احتاجوا إليك. لن تطعمهم إذا جاعوا ولن تكسوهم إذا احتاجوا إلى اللباس، فلم تسأل عن مأكلهم ولم تسأل عن مشربهم ولم تسأل عن حياتهم الخاصة. اتق الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.